السلام عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ وياكم علي من قناة مملكة الألعاب، ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة. فيديونا اليوم هو عن لعبة. هاي اللعبة تتكلم انه عن انك تحفظ الامن مال الدولة، فيعني لعبة جديدة فقررت اني اجربها. فقبل ما نبلش الفيديو لا تنسون زر اللايك وتشتركون معنا في القناة، ويلا استمتعوا بالفيديو. طبعا فكرة الهاي انه اكو يعني عدة من الخرائط اللي انت لازم تحميها. انا طبعا لاعب هاي اللعبة من قبل، فانفتحت الخريطة الثانية، فاحنا لا راح نجرب الخريطة الاولى وراح نختار الشخص الاول مثل ما موجود عندك، والصعوبة راح نختار عادي وراح نلعب. طبعا الاسامي راح نغير الاسامي. مون اوان ما اومان اومين ما اومان، ما نعرف انجليزي. المهم خلينا ندخل. هسه شي قلنا وين تريد تخلي قاعدتك؟ صراحة أريد أخلي قاعدتي هنا. هسه تقول لي ليش ما تروح هنا؟ هاي مدينة أكثر ويمكن راح يصيرون هواية جيش لك، ولكن لا، هاي أحسن لأنها راح تربط هاي بهاي. راح تقول طب هاي هم يعني تربط هاي بهاي، أنا راح أحط بعدين قوات عليها. خلينا نبلش هسه في اللعبة. طبعا احنا بإبريل، هسه صرنا بماي 2002. شو نسوي؟ طبعا لازم نشوف الشعب ايش يحتاج. طبعا طلبات الشعب لحد الآن ما موجودة. وأحلى شي بهاي اللعبة يا اخوان انه اكو ارتفاع الأسعار واكو فساد. يعني كل ما يزيد الفساد راح ترتفع الأسعار، والأسعار اللي اسمها انفليتن. المهم يا اخوان، الارتفاعات يا اخوان، كل ما زاد الارتفاع راح ترتفع القيمة، وبالتالي راح نخسر فلوس هواي. فخلينا نبلش حلو. لازم نركز اننا ما كلش الفلوس. طبعا الشغلات مال الفلوس انا راح اضيف شو اسمه، ولكن يلا على مود الشعب. شوفوا كانت هاي ب6، لما صارت ب15. فاحنا لازم نهدي، ويعني ما لازم انه نلعب احنا بالصعوبة. فحلو. قاعد بالمستشفيات وقالوا لي الانفلويشن ما ادري منية قاعد يجي. طبعا اذا وظف شرطة راح يزيد الفساد. فانا شلون احارب الفساد؟ عن طريق هاي انتمل كاربتشرز، مو كاريوبشنز بريك. المهم خلينا نلعب. طبعا الشخصية الثانية شفتوها يمكن كل 6 أشهر تعطيك فلوس، ولكن هذا كل شهر. هذا شي حلو. بس احنا لازم شو نسوي؟ لازم ننتبه، لازم نخلي قوات عسكرية بالمكان. فاحنا شو نسوي؟ الماي لا، خلي التضخم زايد، خلي يقل التضخم واحنا بعد يتدللون علينا. طبعا اذا تقولوا لسه هالمناطق انت شلون راح تكتشفن؟ اظن مثل ما تشوفون هاي ما عندنا اخبار عليها، وهاي برضو شبه عندنا اخبار، وهاي يعني شوية قريبة. هم قاعد يشوفون يقولون هاي الدول وهاي المناطق فقط اللي تحبنا. فهذول المناطق المجاورة قاعد يشوفون يقولون هذا الملك عادل وقاعد يبني مناطق لهم، فاحنا ليش ما نصير وياه؟ وهيك راح ينبني لنا. طبعا هاي المنطقة تطلب التعليم، فراح نشتري لها، فراح نوفر لها التعليم. حلو. واحلى شي ما يزيد التضخم. تو تقول احلى شي ما يزيد التضخم، زود ابو التضخم. حلو. خلينا ولكن يتدللون. زيد يا ابو يزيد. وراء التخرج يا تخرج عفوا، انه يصير يصير المدارس احسن. طبعا هنا الان بدت شوية تسمح لنا، ف يعني بدينا نبني لها مستشفيات. احنا اكثر شي قاعد يحتاجون التدريس والمدارس قاعد نسوي لهم. طبعا احنا لازم نعتمد على الجيش مالتنا. طبعا الجيش مالتنا احنا لازم نسوي جيش، ولازم نضيف امن، ولازم نقوي الامن هذا. فالمهم احنا عندنا نوعان من الجيش. جيش اجنبي هو قوي، بس السلبي اللي فيه
انه ما راح يبقى طويل، يعني ما راح يبقى الوقت طويل. فنابدت الاشاعات بالتمرد، وهنا يعني لازم ان احنا ما داعي حاليا نشتري، ولكن راح نشتري، العفو مو نشتري، راح نستورد. شوفوا يا اخوان، هاي مو كانت ب12، هسه قد صارت ب8. يعني اللعبة يعني تركز على الواقعية. وطبعا هذا الجيش كمل هاي شهر. احلى شي باللعبة انه مو قلك ثواني، لا اشهر. فدخلنا بسنة 2003 وهسه احنا باكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، باقي شهرين تنتهي 2003. وراح ب2004 راح يبدون شو اسمه المتمردين. حلو، هنا طلعت مناطق المتمردين. احنا شو نسوي؟ نحط القوات الأجنبية هناك كحماية، وهذا نقص. ليش لا؟ هذا هم ليش لا؟ حلو، لازم نعلي المستلزمات الطبية، يعني علشان انه ما يتمرضون شو اسمه، استغفر الله، الشعب علشان ما يتمرضون. هذا الجيش المحلي 13 ب13 بس راح يزيد الفساد على عقل شنو؟ على عكس الجنود الأجنبية. فهذا الشيء يعني حلو. ولكن المهم انه الجيش مالتنا يعني بياخذ وقت. يعني شلون اقول لك، مثلا مو كان ما هذول القوات الأجنبية تاخذ تقريبا 4 إلى 5 شهور، الجيش لا، ياخذ أكثر، يمكن توصل حتى إلى 6 شهور 7 شهور تجهيزات. حلو، هنا هاي الأشياء قاعد تفيدنا. فاحنا نشوف الشيء هذا اللي ما أدري شو اسمه، يمكن التعليم، مالت الاقتصادات شنو؟ الاقتصاد. احنا لازم نحاوط هاي المدينة حتى ما نخليهم ينتشرون. فراح اضطر مع الأسف الشديد اني راح اشتري اني راح اخذ بعد قوات أجنبية، يعني بس على مود الدفاع عن الأراضي. حلو، هاي صارت عندنا 10 وعلى طول اشترينا. طبعا كنت اقدر اشتري مسيرة. شوفوا هذول يحتاجون تقريبا 3، حلو، يحتاجون 4 أشهر حتى يكتملون. طبعا هنا يمكن 4 أشهر، ما عرفت. شوفوا اللعبة واقعية، فإذا يدخل المتمردين هاي القوة ايش راح تسوي؟ راح تودي لهم دعم إذا كانت القوة كبيرة، أما إذا كانت لا فما راح يأثر. فإحنا راح نبدأ يعني نقول لهم نتفاوض محادثات بيناتنا. فإحنا لازم نجمع 11 على مود نشتري القوات الأجنبية. وهذا الشيء كنت أقول لكم عليه. دخلوا، بس أنا أتمنى حلو رائع انقطع. ليش؟ لأن هم هجموا عليه. فهاي خطة ذكية من المتمردين. أشتري طبعا الطيران، أقدر أشتري لي طيران أخليه يقصفهم، ولكن الطيران في أغلب الأحيان راح يكون في البدايات مالته راح يكون أعمى، يعني راح يقصف ولكن ما راح يقصف مناطق الأعداء، راح يقصف مناطقنا وهاي راح تسقط. فإحنا راح نجيب لهم دعم، طوهم دعم. هذول راحوا يبحثون. حلو، ذولاك راحوا كمطوهم دعم. حلو، دعم منا. احنا نصير لهم دعم اهو يستكشفون ذولا. يلا يا حبيبي، دخلوا لكم قوات. حلو، من هنا هدأت الامور شوية. خلنا نجيب من الجيش حتى بعد يبقون دائمين ما يروحون. شوفوا ذولا يحتاجون 14، ما ادري شنو، يمكن 14 شهر. شنو السالفة؟ جيش 14 شهر لهاي اللعبة؟ لا، الشي اللي كنا خايفين من عنده صار. فاحنا راح نوزع جيشنا يعني. حلو، احنا راح نخليهم متمركزين هنا. فالمتمردين راح صراحة راح يعذبونا. حلو، صار هجوم هنا. انت تعالي هنا، اعطيني رادار. يا رادار اعطيني شو اسمه. يلا يا حبيبي اطردهم. ايه، اخيرا طردهم يا اخوان. هاي يتكلمون عن ما ادري شنو. حلو، لا فشلت ما اعرف ليش. هنا قتال. حلو، رجعوا. سقطت هاي المدينة متعين عليهم. حلو، ذولا راحوا، رجعوا لمنطقتكم. كضح شوف. احنا شو نسوي؟ حلو، هاي نسويها. وهذه يعني شو اقول لك، المياه الصحية
يعني شوية علوها. يا عم الجيش ما كمل، ونسيت انه الجيش ضعيف. هاي اللعبة الجيش مالتك راح يكون ضعيف، انت لازم قوي. تشتري لها اسلحة، تشتري لها هاي. احنا يا اخوان اول وحدة نزلناها هاي ولا هاي ولا هاي؟ لا اكيد مستحيل هاي، مستحيل هاي، يمكن هاي. هاي هسه يعني ورا شوية يمكن راح تطلب انه تقول لك نريد ننسحب. عم الحرب ما خلص اعادة نريد ننسحب. انسلبت المناطق، نهبت المناطق. ف راح نجيب هاي اللي عبارة عن دعم، تنبيني كدعم. وهذا الجيش انتظروني. شو تبيكم خالي؟ خذوه بيلدينج، سووا له اي شي شوف انا قدسوه. المهم هنا صارت هاي يعني ما داعي انهم الخوف. خلينا نتمركز هنا. حلو. وراح ندخل على مناطقهم. طبوا منا واحنا طبينا لهم منا، صارت واحد طبع الثاني. المهم صارت حرب. الجيش وهاي القوات تدعمكم. اذا ما عندكم حجة، هذول ما عندهم حجة، لازم ندفعهم. احنا لازم نحمي بلادنا. حلو. طردناهم. اوكي طلع هناك مقرهم، فنشتري طيران يا اخوان. سقطناها. حلو سقطنا هاي المدينة، هم سقطوها، احنا سقطناها. صارت سقاط كذا سقطت المدن. حلو. راح اعلي. وينها يا اخوي؟ راح نعلي محاربة الفساد. وراح ايضا بعد ما اقدر اسوي اي شيء 16 يمكن. هي هاي الاسعار تشيشيني، هي هاي الاسعار. انت رايح تسوق لو رايح تحارب انت بس تفتهم. هي هاي الاسعار. المهم حسي يمكن واحدة من هذين القوات الأجنبية فجأة. يلا حبايبي سلمونا، راح نروح. وين تولون؟ الحرب بعد إعادة نريد نولي. هم سيطروا على هاي المدينة كلها. عشان قلت لكم ذولا دودات بالحسين. خلنا نجيبها من واحد من القوات حتى ما أقدر أجيب. شي تريد؟ بس انتظر. عندك معركة، انت تطلع بنص المعركة عادي. والله جريمة هاي. على الأقل خلنا تنتهي. يلا أولي لهلك. عود بالمستقبل يرجعوا لك بتشلب. رجعوا لك امتى؟ ورا 3 سنوات 2 والله يرجعونك. الله يرجعوا لك. هاي ب 12 وتزيد الفتاة وتشتري هاي الصحيات. ما أدري شنو فايدتها. ليش ما قوى هاي حتى تزيد السرعات؟ وهذا هم قالوا بالله نريد نولي البيت، وبالله يالي دافع. بالله عم بس على الأقل انتظرونا، خلينا نجيب قوات أجنبية ثانية. يلا جيبن. قل لهم انتظروا شوية، انتظروكم. مش اسوي، ما اقدر اسوي شي. يلا يا حبيبي، مر شهر. هم سيطروا تقريبا، سيطروا على الكامل. ان شاء الله يكون يا اخوان انه ذولا يكملون وذولا يطلبون الرحيل. حتى قبل خليهم يروحون ويطبوا بذولا. حطوا الجنود يعني ندخلهم للحرب. فلازم نجمع 15. شايفة المناطق التعبت عليها كلها راحت. وطبعا طلع مركزهم هنا، بس هم طلعوا وين؟ هنا حيوانات. المهم احنا عود طقينا لنا قصص. المهم خلينا يا ابوي مش فساد تسوي. خلي الشعب شوية يا اخي يتحرك، يساعد نفسه، يساعدنا الشعب. خليه هاي ب$5. حلو. بقت 3. بقى 3 شنو؟ احنا 5 منين جتك 3؟ المهم خسرنا هاي المناطق نهبوها كلها. سوينا بيلدينج. على شنو بيلدينج؟ بس على الأقل لو حاجة مفيدة يمكن شباب ذولا يمكن يطبون هنا. حلو. قتلنا واحد من المتمردين، وهذا شيء وخبر حلو. وانا طولت باللعبة كلش طولت، بس لازم يا اخي. هي هاي اللعبات يا اخي حلوة انه تخليك تسوي استراتيجية، بس اللي ما عنده استراتيجية لا يلعب اللعبة. هاي مال محاربة الفساد شوية. ليه؟ هسه الامن شوية مو ذيك القوة شنو؟ ذاك القوة، ذيك القوة. يلا يا حبيبي الجيش اصبر. بس هذول يصبرون. القوات الأجنبية والله افرح لهم من كل قلب. بعدني ما قايل. انتظروا كم فترة قصيرة حبايبي.
أحيه، أنت شو تريد؟ خف عن الموضوع 100% وكشفونه شلون؟ الله اللي يدري، الله اللي يدري، الله المستعان. شنو أنا قمت أتشفص بعد أخوكم. المهم خلونا نجمع 15 ونشبه هاي، ما أعرف شنو فايدتها بس جيب جلاس. ياه شباب بدون ديسلايك بدون ديسلايك. المهم يمكن راح ننفذ هجوم، خاف نخسر ولك 4 أضعاف دعمك ما تقدر تفوز. شنو الكذب هذا؟ اي على وياكم هيك حتى لو قولوا لي يلا حبايبي احنا نريد نروح لهنا، يلا راح نحاول انه نتفاوض وياهم ذولا، بس شكلنا راح نخسر. حلو. اوكي انتم انسحبوا ورجعوا لبيوتكم، وانتم عوفوهم لا تقاتلوهم، يعني خلوا هالمناطق لهم. حلو. وكان نشتري الطيران هتشو يروح يقصف مناطقنا. لا حلو صار قصف على المناطق. هتشو تجيني انه واحد من الدولة لا مخلي بيته هناك، شو مسوي مخلي بيتك هناك؟ انت ويانا تروح تخلي بيتك هناك وراح بالقصف وتعال التعويض. انا بحاول اني اشد الموضوع بس هو لا يقفل. المهم شكلنا راح نفشل. يعني لا تنسون اللايكات اخوان، حتى لو خسرنا عادي فدوة الي. يلا ارجعوا، هم يدخلون ويرجعون. يا اخي نفس العطسة، شايف العطسة من تجيك تبقى هيك ساعة تريد تعطسها وساعة تريد تضمها ايش عندك ما تعرف، هيك تجيك وتروح. اي انا اشتريتهم ذول المتمردين، هاي قاعد نقصف بيهم. وتعال شو دهاك انت خالي ولا من يمي، ادري حاط بيتك بنص المتمردين. وحلو يعني كل هاي اللطم والدق كانت 3 صارت 2. اوكي طبعا راح اجمع هسه هذول باي لحظة راح يقولوا لي يلا حبايبي نودعكم واحلام سعيدة نريد نروح لهن، يقولون لا شغلة ولا عملة. قد شو سويت بيهم؟ لك الطيران نتف نسود لا انا رحت سويتها البلدينج وطقط مطحطح. المهم يلا بلدينج حلو، بقى بس 10 الامان، بقى بس 10%. هاي المناطق حلو قصفناهم ورجع الامان، ما نقصفهم ما يرجع الامان، فانا احاول اني ادخل عليهم بس يمكن ما اقدر. حلو هاي ب12 وهاي ب12. اشتري اكيد الجيش لان هذول دهروني. بقوا حبايبي شوية بقوا بس 2. شو سووا بالامان الاثنين ذولي؟ اقرا لهم اذا جيب جيش حق جيب جيش هسه اول قبل حتى شو يصير جيش معنوي، يصير كله جيش. غطي عن الموضوع، انت ما عندنا فلوس شو نسوي؟ اول مرة لعبت فزت، شلون انا فزت والله ما اعرف. نحاول انه نقول لهم حبايبي نهدد، يعني احنا قاعد نفوضهم بس هم احنا نهددهم وهم يفوضونا. المهم صار طاق ان شاء الله كنت طبعا ذولا قلت لهم وراها يمكن شهرين. حلو اي شي يزيد الامان جيبه. لا خسرنا يا اخوان الامان 0% وخسرنا. فيب لنا وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم المقطع اعطوا لايك واشتركوا معنا في القناة واستنونا في الفيديو الجاي والسلام عليكم.